للخير. السلام عليكم شيخ عايض. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حقيقة مش رأيك من اللي يبدأ؟ احنا الآن على الكاميرات. اسأل، توكل على الله أنت. يعني أنا أبدأ؟ أيوه نعم. أقول أشوف ما شاء الله شيخ عايض كيف يشجع المواهب ويؤثرون على أنفسهم. جزاك الله خير. أبدا النظارة والله بدي أفسخها. حلوة يا شيخ عايض النظارة ولا؟ والله اجتمع عندك سواد الكوت وسواد اللحية، ما أقول شيء ثاني، ظلمات بعضها فوق بعض، بس إنك أنت قلبك أبيض. طيب يعني أفسخها أجل عشان أشوفك زين. طيب قبل لا نبدأ شيخ عايض أنا أقولها بصراحة الحقيقة، أنا أولا من المعجبين والمتابعين والمتتلمذين على يدك، ولا نزكي الله أحد في علمك ومعرفتك واطلاعك وليست المسألة سنة أو سنتين أو 3 أو 10 أو 15 سنة، ونحن نتربى على شطتك ومحاضراتك وفائدتك. مبلي أنا حتى بعض أصحابي واصدقائي الذين في القصيم خلفي في الرياض يستفيدون من علمك، وقد نفع الله بعلمك ومؤلفاتك وبإنتاجاتك، ولا سيما كتاب لا تحزن الذي طارت به الركبان حقيقة. فمع هذا العلم وهالقوة العلمية ما شاء الله تبارك الله، سؤالي الحقيقة ماذا استفدت مني أنا؟ أهلا وسهلا. يعني شخصيا أنا بصدق يعني استفدت صراحة منك حسن الخلق وتقدير المشايخ وأهل العلم، لأنك ما لقيتك في مكان إلا وأعرف أنك بتقبل راسي، فأنا أخفض راسي من قبل وجهي، واجد لذة يوم تقبل راسي تصدق. لا وامس حبيت ايدك معي. أيوة نعم. الأمر الثاني استفدت شيء منك، أنك من استطاعة الإنسان يجمع بين الدعوة والتجارة مثل ما تسوي، الله يحفظك. لكني ما نجحت أنا في التجارة. تفضل. لا أنا في التجارة الحمد لله نجحت. عندي سؤال أنا. طيب خلنا كم سؤال، يعني سؤال منك سؤال. أيوة نتبادل أسئلة. طيب. أنا أقترح على الدكتور محمد سيد وسواد الخامة دام اجتمعنا نجمع شيء من التبرع، لأن يا شيخ من 20 سنة أرى سنك مكسور وأنا ما أدري لماذا ما سويته، يعني ما أصلحته، والطب متقدم، أو عندك مثلا شيء موقف نفسي علشان نستطيع نعالج الأمر، أو أنك تريد يكون لك بصمة خاصة أو شيء. لأن الشيخ أنا دائما أنظر في التلفزيون أقول لماذا الشيخ يعني يتكلم أو نطق الحروف حتى أن أحيانا صحيح. فأنا مستعد يا شيخ أتعاون مع أهل الخير برجال الأعمال في إيجاد سن يعني أو مستشفى أو تركب لي سن وسوي وقف. لا وقف لسنك يعني ولكل من انكسر سنه وعجز وتكون انت باب خير. نسأل الله أن يطرح سني البركة. والله حقيقة أنا مخلي سني موقف للمسواك. إذا سوى كسر يوقف المسواك موقف. ما أهلك ما شكت عليكم عبد العزيز من هذا؟ لا والله الحمد لله جزاك الله خير، يعني فهذا المقصد والله. تفضل يعني. سؤالي الثاني جزاك الله خير يا شيخ عايض، يعني في الحقيقة قبل قليل كنت صورت مع الإخوة كرمك الله مع الحمار، وكان حقيقة تصوير حلو عن هذه البهيمة وهذه الدابة، ومن متابعتي الكثير من محاضراتك الحضيرة، يعني سمعت كذا ما أقول مثلا 50 لكن كذا محاضرة كنت تكثر من ذكر كرمك الله الحمار، فما السر في ذكرك الحمار رغم أن حيوانات كثيرة غير حمار؟ أكرمك الله، عند ذكر الصالحين تتنزل رحمات، لكن لا تغتاب حتى البهائم. ما يغيبها يعني سؤال. أنا حبيبي شوف، أنا قرأت قصة لابن جوزي فغلقت بذهني، فصرت أنا أذكر 3 أشياء في محاضراتي: الركب عندي والحمار ولا تحزن. يعني كلامي صح انك دائما تذكر الحمار كثيرا، وبديت اخفف منه لان احد الدعاء بدا يسحب علي البساط في الحمار. وانا مركز الان على مساله الابل، لاني ايضا رحت عند صديق اللي فرأيت ابل وسقاني حليب. على كل حال ان شاء الله اني بتلافى هذا، يعني تحولت كرمك الله من الحمار الى البعارين. لكن سؤالي الان، انا ان شاء الله امل من الله بعد عمر طويل، وعمر لك طويل، أنت تموت إن شاء الله قبلي علشان أكتب عن سيرتك. ماذا تريد أن أكتب عنها إن شاء الله؟ متوقع بإذن الله، لأن الأعمار بيد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يمد في عمري، وأسأل الله أن كان في بقائك خير الإسلام أن يبقيك، وإن كان إن الله يعجل بك إلى الجنة. فقصدي يا شيخ ماذا تريد أن أكتب عنك بعد وفاتك؟ والله يا شيخ هذا كرمك، والكريم ما يقولون عندنا من نجد مثال عجيب، يقولون ما على الكريم تشرط، ما على الكريم تشرط. لا شيء خاص مثلا عن اخلاقك، عن تواضعك، عن صلاه الليل اللي ما درى احد. لا والله في الحقيقه لا، انا ودي لو تكتب بس عن مثل ما ذكرت عن هذا السن الذي فيه اثر علي الحقيقه، وصار بصمه معروفه لدرجه انني وقفت والله ولله الحمد في مطعم في تركيا هنا في هذا البلد، وكان في ناس من بعيد يناظرون فيني، مجرد ان الضحك شاف السن جاوا يركضون. لكن ان قدرت اكتب عن خشوعي وبكائي، وتشوف صليت فيكم الحمد لله انا كيف كنت خاشع صلاه المغرب، ولولا اني وعدتنا موعظه امس قست منها القلوب وجمدت منها العيون. الله يحفظك. الله يجزاك الجنه. السؤال لا سؤال من عندي ولا من عندك؟ لا السؤال انت سالت الثاني، باقي سؤالي الثالث. ايوه. وهو سؤال مهم جدا حقيقه، قد المشاهد الكريم من اخوان ومن دعاة وطلبه علم هم يقررون يعني مدى اطروحتك في هذا السؤال. لا شك ان كل انسان وانسان بينهم قاسم مشترك،
زكى الله أحد الله يرحمه الشيخ بن باز وابن عثيمين، الأئمة اللي عندنا الدعاء طلبة العلم، الشيخ علي القرني وأخوك الصغير الداعي سليمان الجبلان. ما القاسم المشترك بيني وبينك؟ 3 أمور: أنك تحب التمر السكري وأنا شاركتك في ذلك ما شاء الله، زين هذه واحدة. ومنها أنك تظهر التواضع خلاف ما تبطن. والثالث أنك حريص تظهر أعمالك الخاصة للناس بأي وسيلة فيها ذكاء. يعني هذا قاسم مشترك بيننا الحمد لله. الأمر الثالث يا حبيبي، يعني كيف استطعت تنجح أنت في مسألة تظهر للناس التقشف في ملبسك، مع العلم أنك تسوي الدوائس في التجارة وفي الاستراحات وكذا. يعني أن من يراك في التلفزيون تلقي محاضرات يقول أنك مثل حسن البصري أو أحمد بن حنبل في لبسك وزيك، بينما الشغل ماشي في التجارة وفي الأردن وفي القصيم. فكيف جمعت بين المتناقضين هذه؟ أنا متعجب دائما، يعني بين التقشف في القناة وقدام الناس وبين التجارة من الخلف. والله هذا من دلدل على قوة ذكائي ما شاء الله علي. أنا ما هو تناقض هذا يعني، لا بالعكس، هذا قوة ذكاء. لدرجة أن يوم أنا صغير شربت كرمك الله من حليب عنز، فقالت أمي هذا اللي أثر فيك. العنز رضعتني الله يجزاها عني خير، لأن والدة كانت مشغولة وكان عمري 1 و3 شهور، فصرت أمشي فتقول والدتي أخذت عنز صرت ترضع. أنا فرحت تقول لأن حليب قل عندي. فمن شدة كثرة رضاعتي للعنز كرمك الله وهي زوجة التيس، فعلا صار عندي هالذكاء الحاد بحيث أني أظهر للناس على قولك بغير مؤبطن. ولذلك شوف الحمد لله أنا أبشرك عندي ثوبين يعني احتياط. يعني احتياطي تحت ما شاء الله. ما في أحد. أنت إذا قابلت الأغنياء بهذا وأنت الفقراء. أيوة هذا الأغنياء وذا الفقراء، وهذا يدل على قوة على ذكر الرضاع. رضعت من البهائم غير العنز، لأن يشوف فيك مواهب متعددة. لا والله نذكر العنز، بغيت أرضع بقرة بس إن شاء الله. أنت ماذا تكتب عني ما شاء الله لو قدر الله بعد ما وصلنا 100 سنة ومت مثلا؟ ماذا والله على قول كما أنك ذكرت فيني الزهد والتقشف، أذكر ما شاء الله فيك إظهار الغنى وإظهار ما شاء الله كثرة المال خلاف الواقع. اي نعم في الواقع، ونحمد الله حقيقه. طيب انت باختصار بس اخر شيء، انت صاحبت بن باز وابن عثيمين وصاحبتني، وش القواسم المشتركه بين الثلاثه الاعلام هؤلاء؟ انهم هم زهاد في الدنيا وانت غير زاهد في الدنيا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يتقبل منه ويجمعنا بك في الفردوس الاعلى. جزاكم الله خير وشكرا لكم. ان شاء الله انك تجد بعد سواعد الاخاء سنك هذا بعد التبرع. ان شاء الله نمشي فيه. ويكتب عليه بخط العريض وقف الاسنان. هو كتاب يؤلفه ابراهيم الدويش، فتح الرحمن في اصلاح اسنان سليمان الجبيلان. بالشوق نفتح كل باب.